مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لكم نشرة العاشرة. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينار لأعضاء الدفعة 36. اختتام مهرجان الإريترينا في أمريكا. حفل ترفيهي لأفراد قوات الدفاع في الإقليم الأوسط. عشرون قتيلا بهجمات لجماعات مسلحة شرقي بوركينا فاسو. الحرس الثوري الإيراني يهدد بالرد بعد وصول تعزيزات أمريكية للمنطقة. روسيا تطلق أول مهمة إلى القمر منذ عام 1976. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبسي جدي اجتماعا يوم 7 أغسطس للشباب الذين توجهوا إلى ساوا لمواصلة التعليم للصف 12 وأداء الخدمة الوطنية في الدفعة 36. وفي شرحه لأهمية ساوا في تدريب الشباب الوطني الأكفاء، أوضح العقيد دبسي القواعد والإرشادات التي يتعين على الشباب اتباعها أثناء إقامتهم في المركز لمدة سنة، وحثهم على الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة. وقال كل جيل يمر بمرحلته الخاصة من التاريخ، وعلى هذا الجيل تحمل مسؤولية تحسين مستوى معرفته ومستواه الأكاديمي والعمل بجد لتحقيق أهداف الخدمة الوطنية. وحث قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبسي جدي أعضاء الدفعة 36 للخدمة الوطنية لتمتين التضامن والتعاون فيما بينهم مثل الدفاعات السابقة والارتقاء بوعيهم الوطني وتنفيذ برامج العمل المقدم لهم. وأكد أعضاء الدفعة 36 للخدمة الوطنية أنهم سيعملون بجد وتفاني لمكافأة شعبهم وبلادهم باكتساب العلم والمعرفة. وقال نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسجن ساميئيل: هذا هو اليوم الذي نتعهد فيه بتقبلنا لمسؤولية أولياء الأمور لرعايتكم، وعليكم باتباع التعليمات المقدمة وتنفيذ المهام الموكلة إليكم بالطريقة الأمثل، متمنيا لهم إكمال الهدف الذي جاءوا من أجله بنجاح. اختتم ليلة 6 أغسطس مهرجان الإريترينا في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي افتتح في 4 أغسطس في مدينة سياتل تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. تضمن مهرجان هذه السنة أجنحة تاريخ النضال المسلح والآثار والثقافة والهوية والتصدي للعدائيات، وتنشطة الدبلوماسية الشعبية والإعلام، وسيمينارات حول أوضاع البلاد ومناشط رياضية. وتناولت المحاضرات المهنية مناقشات مشتركة بعنوان الإعلام والتكامل الأفريقي عن الجهود والتعاون في أفريقيا لتطوير نظام إعلامي بديل قادر على مواجهة النظام الإعلامي الذي يهيمن عليها القرب والموالي للقرب، وسرد التاريخ الأفريقي من خلال مناقشات مستفيضة للأفارقة. كما ألقيت محاضرات عن تنمية الشباب وإنجاح البرامج الاقتصادية مع التركيز على إعداد الطلاب للتعليم الجامعي والعالي وريادة الأعمال والابتكار. وهنأ القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهاني جبرهيوت في كلمتها الختامية لتنظيم التجمع الوطني السنوي بالتفاعل والحب والتناغم والوحدة والسلوك الحضاري. وشكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان السيد إفريم محاري المواطنين والأجانب والمساهمين للتحضير وتنظيم المهرجان الذي تطلب الجهد اللوجستي الضخم ومشاركة آلاف المواطنين، وكذلك إدارة مدن تاكوما وسياتل وواشنطن. أوضح رئيس فريق عمل الدبلوماسية الشعبية البروفيسور إسياس تسفا مريم تأثير استخدام الدبلوماسية الشعبية ووسائل الإعلام للترويج لتاريخ إريتريا القديم والحديث والنضال ضد الضغوطات غير العادلة ضد إريتريا والإريتريون وتعبئة قدرات الشباب الكامنة. وقدمت الجوائز للأجنحة المتفوقة والرياضيين الفائزين والمساهمين لإنجاح البرنامج.
نظم سكان مديريتي بريخ وقال نفحي في الأقليم الأوسط برامج ترفيهية يومي الخامس والسادس من أغسطس لأفراد قوات الدفاع الإريترية. وقال مدير مديرية بريخ السيد تسفوف السهاتيون في البرنامج الترفيهي الذي نظمته المديرية في السادس من أغسطس: المجد لقوات الدفاع التي حققت البطولات للدفاع عن الوطن وسيادته، مشيرا إلى أن البرامج التي تقوم بها للحفاظ على المياه والتربة هي أيضا مثال على الهدف العام. وأوضح مدراء ضحيتي عد تخلاي وعد بديل اللتين نظمتا الحفل الترفيهي أن أعضاء الفرقتين العسكريتين 31 و29 قاموا بعمل فعال في الحفاظ على المياه والتربة وبناء المدرجات وإصلاح الطرق الترابية. وأكد السكان من جانبهم أنهم سيهتمون لرعاية الأشجار المزروعة في كل منطقة على النحو المناسب حتى نجاح نموها. في غضون ذلك نظم سكان عدك برنامج قضاء وترفيه لأفراد الفرقة العسكرية 19 يوم الخامس من أغسطس. أفاد أعضاء سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية حقات أن الجهود تبذل للسيطرة على القطع الجائر والمتاجرين بالحطب والفحم. جاء ذلك خلال ضبط 1800 كيس فحم وحطب في فترات مختلفة قادما من مديريتي أقردات ومنصورة وتجميعه في منطقة دعروتاي. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية حقات السيد محمد جعفر انخفاض مضبوطات الفحم والحطب مقارنة مع العام الماضي، وشكر كل المساهمين في السيطرة على أعمال قطع الأشجار. افتتحت عيادة في ضاحية شغالي بمديرية أسماط في إطار الجهود لتوسيع الخدمات الصحية وتقديم الخدمات لعدة قرى في الضاحية. وقال مدير ضاحية شغالي السيد محمد عمر عثمان إن السكان كانوا يتنقلون لمسافة أكثر من 5 ساعات للحصول على الخدمات الصحية. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض بين عقبة سلاسة إن العيادة مجهزة بمهنيين صحيين ومعدات أساسية. وقال مدير مديرية أسماط السيد عثمان آدم إن العيادة التي شيدها سكان ضاحية شغلاي بتوظيف طاقاتهم وأموالهم تضم 5 غرف ودورات مياه عامة وسور. تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف دول المهجر بمبلغ 12,300 دولار و235,000 نقفة و1,330 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء والأيتام. وبحسب إفادة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية فقد تبرع المواطن غويتو أم تسفاي ب100,000 نقفة لصندوق أمانة الشهداء، والشاب يافت أجاي من أمريكا مع أسرته وأصدقائه ب135,000 نقفة لرعاية الأيتام. وتبرعت الجالية الإريترية في جنيف السويسرية ب6,480 دولار لإعالة 9 أسر شهداء، وأسرة من كالغاري في كندا بمبلغ 1,440 دولار لإعالة أسرتي شهداء، ومواطنين 2 من جنيف ب1,440 دولار لإعالة أسر الشهيد، والجمعية التعاونية للإريتريين بأولتون ب1,500 دولار لإعالة أسرتي الشهيد، وجمعية المهتمين الإريتريين في هانفر وضواحيها بألمانيا ب1,440 دولار لأسرتي الشهيد، بالإضافة إلى مواطنين 2 من ألمانيا بمبلغ 1,330 يورو لإعالة أسرتي شهيد. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا.
أفادت مصادر أمنية ومحلية بمقتل 20 شخص في بوركينا فاسو في هجوم شنه مسلحون يوصفون بالجهاديين قرب مدينة بيتو بالمنطقة الشرقية الوسطى المتآخمة لتوغو. وقال مصدر أمني في بوركينا فاسو أن الهجوم الذي وقع أسفر عن 20 قتيلا معظمهم تجار، بينما تحدث مصدر محلي عن مقتل 25 شخص وأشار آخر إلى عشرات الجرحى وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقتل أكثر من 16,000 شخص بين مدنيين وجنود وعناصر شرطة في هجمات مجموعات مسلحة وفق تعداد لمنظمة غير حكومية، بينهم أكثر من 5,000 هذا العام. كذلك أدت هذه الهجمات إلى نزوح أكثر من 2,000,000 شخص داخل البلاد في واحدة من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في أفريقيا. هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد على أي تحركات تصعيدية عقب وصول تعزيزات عسكرية أمريكية لحماية السفن في مياه المنطقة. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف إن بلاده وصلت إلى درجة من القوة تمكنها من الرد على ما اعتبرها تحركات واشنطن الاستفزازية كاحتجاز السفن. وأضاف شريف أن أي تحرك استفزازي من جانب واشنطن سيقابل برد مماثل، وأن بلاده سترد على أي إجراء من جانب واشنطن وستحتجز سفنها إذا احتجزت السفن الإيرانية وفق تعبيره. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن أكثر من 3,000 بحار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية وصلوا إلى الشرق الأوسط كجزء من خطة نشر للقوات الأمريكية سبق أن أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إن تعزيز واشنطن قواتها في الشرق الأوسط يأتي لتخفيف التوترات الناجمة عما وصفها بمضايقات إيران ومصادرتها السفن. أعلنت روسيا أنها تعتزم إطلاق مهمة إلى القمر الجمعة بعد تأخيرها مرارا، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 50 عاما. وقالت وكالة الفضاء الروسية قبل الرحلة الروسية الأولى إلى القمر منذ عام 1976 تم تجميع صاروخ من طراز سويوز لإطلاق مركبة لونا 25، مضيفا أن صاروخ إطلاق سويوز تم تجميعه من منصة إطلاق فوستوشي في الشرق الأقصى لإطلاق لونا 25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في منطقة وعرة. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين 4 أيام ونصف و5 أيام ونصف. وأعلنت وكالة الفضاء الروسية في بيانها الرسمي أنه بمجرد وصولها إلى القمر فإن مهمة لونا 25 التي تزن 800 كيلوغرام ستكون ولمدة عام على الأقل أخذ عينات من التربة وتحليلها وإجراء أبحاث علمية على المدى الطويل. هذا الإطلاق هو أول مهمة لبرنامج الروسي الجديد، ويأتي في وقت ترقب فيه موسكو في تعزيز تعاونها الفضائي مع بكين وسط توتر على مختلف الصدد مع قوى الفضاء الغربية بسبب ملف أوكرانيا. ارتفع عدد القتلى جراء فيضانات غير مسبوقة ضربت سلوفينيا إلى 6 في حين استمرت عمليات التنظيف بمساعدة دول أوروبية وفق ما أفادت الشرطة. وأغرقت أمطار غزيرة قسما كبيرا من وسط البلاد وشمال شرقها في أسوأ كارثة طبيعية منذ استقلال سلوفينيا العام 1991 بحسب قول رئيس الوزراء روبرت غولبوب. وسقط أحد المشاركين في عمليات التنظيف في حفرة أودت به، فيما عثر على جثة رجل آخر في بحيرة حسب ما قالت الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية. وواصل المسعفون تنظيف محاور طرق تؤدي إلى البلدات الأكثر عزلة وتقييم الأضرار، علما بأن الحكومة قدرت قيمتها بأكثر من نصف مليار يورو. وأسفرت عواصف قوية اجتاحت مناطق واسعة من شرق الولايات المتحدة
عن مقتل شخصين على الأقل، وحرم مئات الآلاف الأشخاص من الكهرباء، وألقيت آلاف الرحلات أو تأجلت. فيما يرى علماء أن التغير المناخي أدى إلى تفاقم شديد وتوتر الظواهر الجوية القوية في العالم. انتهت النشرة. إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينار لأعضاء الدفعة 36. اختتام مهرجان الإريترينا في أمريكا. حفل ترفيهي لأفراد قوات الدفاع في الأقليم الأوسط. عشرون قتيلا بهجمات لجماعات مسلحة شرقي بوركينا فاسو. الحرس الثوري الإيراني يهدد بالرد بعد وصول تعزيزات أمريكية للمنطقة. روسيا تطلق أول مهمة إلى القمر منذ عام 1976. انتهت النشرة. إلى اللقاء.